السلام البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم سومة أولاد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم المعقودة كتجي أكثر من رائعة ومقرمشة، فبقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة كناخدو 3 كؤوس ديال الدقيق، وغادي نزيدو عليهم معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود، القليل من الملح، ومعلقة صغيرة ديال خميرة ديال الخبز، خميرة الفورية. وغادي نزيدو عليهم كاس ديال الماء دافي، وغادي نخلطوا جميع هاد العناصر مع بعضياتهم. نزيدو الكاس الثاني ديال الماء، راه قلت لكم الماء يكون دافي، وغادي نجمعوا هاد العناصر مع بعضياتهم. هو القوام ديالها من بعد ما خلطناها مزيان كما كتشوفوا. بالنسبه للماء راه احتاجت ليا 2 كيسان وربع ديال الماء. بالنسبه للعبار عبرت بهذا كاس ديال العنبه، 2 كؤوس وربع. الماء يكون دافي. غادي نخليو الخليط يرتاح وغادي نمشيو باش نكملوا باقي المراحل. اول حاجه من بعد ما سلقنا البطاطا دابا غادي نقشروها وهي سخونه باش تساعدنا في التقشير ديالها. ما قشرنا البطاطا كما كتشوفوا، دابا غادي نمعسوها مزيان، غنمعسوها مزيان وهي باقا سخونه باش دغيا تمعس لينا. ومن بعد غادي نزيدو التوابل. بعد ما معسنا البطاطا مزيان دابا غادي نزيدو التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نزيدو القليل من الملح، القليل من الابزار او الفلفل الاسود، القليل من التحميره او الفلفل الاحمر، عندنا 2 فصوص ديال الثوم محكوكين على هذا الشكل، وعندنا شويه ديال الكزبر ومعدنوس مخلطين مع بعضياتهم، وشويه ديال الكمون. المهم غادي نخلطوا جميع العناصر. ما ضفنا التوابل دابا غادي نخلطوا مزيان هاد العناصر حتى يندمجوا مزيان مع بعضياتهم. بعد ما نسجموا العناصر كلهم مع بعضياتهم دابا غادي نشكل كراس ونعاودوا نتلاقاو باش ما نطولش عليكم الفيديو. نديروهم في الفريغو يبقاو شي نص ساعه، ومن بعد عاد غندوزو نطيبوهم، فبقاو مع لا فيديو. من بعد ما دازت نص ساعه كما كتشوفوا الخليط ديالنا تفاعل. دابا غادي نخلطوه مزيان على هذا الشكل كما كتشوفوا، وغادي نبداو نحطوا الكرات ديال البطاطس او المعقوده ديالنا، غادي نحطوها في هذا الخليط. ودابا غادي نهزوها وغادي نستقطروها مزيان من هذا الخليط. وفي هذا الاثناء راه كيكون عندنا الزيت سخونه صافي. دابا غادي نديروها في الزيت او في المقله، وغادي نستمروا بنفس الكيفيه، يعني غادي نديروا المعقوده ديالنا في هذا الخليط حتى يتشرب مزيان، ومن بعد غنهزوهم وغنستقطروهم وغادي نديروهم في الزيت. بالنسبه للطياب ضروري حتى يتحمروا من الجهه عاد كنقلبوهم للجهه الاخرى، يعني حتى كيتحمروا من بعد كنقلبوهم للجهه الاخرى كما غادي تشوفوا معايا. ملي كيطيبوا لينا من الجهه كنقلبوهم للجهه الاخرى وكنخليهم حتى هما يتحمروا مزيان باش كيجيو لينا مقرمشين، كيجيو زوينين ولذيذين بزاف. بالنسبه للمعقوده ممكن انكم تاكلوها هكاك، ممكن انكم ديروها في ساندويش، راه كتجي زوينه ولذيذه بزاف مع الحر، كتجي واعره. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، حيت فعلا كتستحق التجربه. المهم غادي نستمروا حتى نساليها كلها، ومن بعد غادي نجي باش نوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله.
وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المعقوده اللي حضرت معكم اليوم. كتجي زوينه ولذيذه بزاف، والاهم انها كتجي مقرمشه. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش اذا جربتوها تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. واذا كنتوا جداد واول مره كتشوفوا القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكا ان شاء الله توصلوا بكل جديد. ودابا ما بقى ليا غير نقول لكم بسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.